لو بدأت قناة يوتيوب جديدة ولسه المشاهدات ضعيفة جدا أو شبه صفر، ممكن تكون بتفكر إن في حاجة اسمها شادو بان أو الحظر الخفي. الحقيقة الموضوع أعمق شوية، من أعمق بكتير من كده. بس قبل ما أروح للشرح، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا يخص كل صناع المحتوى على منصة يوتيوب. طبعا موضوع النهاردة الشادو بان، أو يعني إيه شادو بان على يوتيوب. الشادو بان هو إن فيديوهاتك ما بتظهرش للناس في البحث أو الاقتراحات رغم إنك بتنزل محتوى. يعني اليوتيوب بيعمل على القناة بتاعتك زي بيمسحها كده. هو ما بيمسحش القناة شكليا، لا هو بيمسحها او بيقلل اقتراح القناة بتاعتك. بس مهم تعرف، يوتيوب مش بيعلن رسميا عن الشادو بان او ما بيعرفكش ان قناتك عليها شادو بان. اللي بيحصل غالبا هو ان الخوارزمية مش بتثق في قناتك لسه، او لسه مش عارفة قناتك. وممكن تكون انت بتنزل فيديوهات على فترات متقطعة، بتخلي مدة طويلة ما بين الفيديو والفيديو، والقناة بتاعتك لسه بادئة. طيب الأسباب اللي بتخلي قناتك يتعمل لها شادو بان، أو زي ما يكون معمول لها شادو بان. لو القناة جديدة ولسه اليوتيوب مش واثق فيها، أو لسه الخوارزميات متعرفتش على القناة بتاعتك. يوتيوب بيجبرك الأول، لو مفيش تفاعل قوي مش هيقترح فيديوهاتك ومش هيظهر فيديوهاتك للناس. طيب، تاني حاجة معانا في فيديو النهاردة هو السي تي ار، أو نسبة الضغط على الصورة المصغرة. دي بترجع للصورة المصغرة، مهمة جدا. وفي فيديو على القناة ازاي تعمل صورة مصغرة بتكون ضعيفة، يعني الناس مش بتدوس على الفيديو. طيب ايه الأسباب؟ ممكن يكون عندك عنوان الفيديو نفسه ضعيف، أو الصورة المصغرة مش جذابة أو ما بتجذبش الناس. طيب ايه اللي بيترتب أو ايه اللي بيحصل على لو نسبة السي تي ار ضعيفة؟ اليوتيوب بيوقف نشر الفيديو ده، او الخوارزميات بتفهم ان الفيديو بتاعك مش مهم، فبتتجاهل ان هي تنشره. تالت حاجة معانا في فيديو النهاردة اللي هو الواتش تايم، او وقت المشاهدة بيكون قليل. لو الناس بتقفل الفيديو في أول ثانيتين أو 3 ثواني أو 10 ثواني، اليوتيوب بيفهم أو الخوارزمية بتفهم إن الفيديو ده مش مهم، وبالتالي بتقلل اقتراحه أو بتقلل انتشاره جدا جدا، وبتوقف الفيديو ده بيموت. طيب، رابع حاجة معانا المحتوى المكرر أو المنسوخ. إنك بتجيب محتوى أو بتعمل إعادة رفع فيديوهات، أو تستخدم محتوى بدون أي تعديل، بتاخد المحتوى كوبي بيست. ده بيخلي القناة تتخنق وتموت بسرعة وهي لسه في البداية. طيب رقم 5، ودي مهمة جدا، إنك بتستخدم كلمات مضللة أو كليك بيت غلط. يعني لو العنوان بيقول حاجة والمحتوى بتاع الفيديو حاجة تاني، طبعا المشاهد هيخرج ومش هيتفرج للفيديو على الفيديو. طبعا بالتالي اليوتيوب هيقلل وصول أو انتشار الفيديو بتاعك. سادس حاجة معانا السبام، أو إنك بتنشر فيديوهات بدون جدول. يعني إيه؟ إنك بتنشر مثلا أكتر أو فيديوهات كتيرة جدا في يوم واحد، مثلا 5 6 فيديوهات. دي مشكلة. أو بتنسخ نفس الوصف والكلمات المفتاحية في كل فيديو. ده بيخلي القناة تبان إن هي غير طبيعية، أو اليوتيوب أو الخوارزمية بتشك إن القناة دي معمول فيها روبوت أو بيديرها ذكاء اصطناعي، فبالتالي بتموت القناة. طيب، إزاي تتجنب الشادوبان وتفجر قناتك حرفيا مشاهدات؟ رقم واحد، إنك تعمل عنوان قوي زائد صورة مصغرة تكون قوية. خلي العنوان يكون فيه فضول أو يثير فضول المشاهد، وتستخدم أرقام وكلمات قوية.
رقم 2 انك تركز على اول 10 ثواني في الفيديو او اللي بيقولوا عليه الهك. ده مهم جدا جدا، هو اللي بيخلي المشاهد يكمل الفيديو للنهاية. طيب، رقم 3 تخلي الفيديو بتاعك قصير على قد ما تقدر، ويكون فيه معلومات مفيدة من 5 مثلا ل8 دقايق كبداية، بدون ما تقول كلام أو ما تتكلم في كلام ملهوش لازمة أو مش هيفيد المشاهد. رقم 4 ودي مهمة جدا لكل القنوات اللي لسه بادئة، إنك تنشر بانتظام، مثلا لو فيديو كل يوم أو فيديو كل يومين، مش تنشر في اليوم 5 6 فيديوهات، ده بيعمل مشكلة كبيرة للقناة. طيب، رقم 5 إنك بتعمل أو بتستخدم كلمات مفتاحية صح في العنوان وفي الوصف وفي التاجز بتاع الفيديو. طبعا التاجز بتاعت الفيديو أظن ما بقاش ليها أو يعني ما بقاش لها تأثير كبير جدا، بس برضو ما تسيبهاش فاضية، تقدر تستخدمها. رقم 6 عندك تفاعل الجمهور أو التفاعل بتاعك مع الجمهور. إزاي التفاعل بتاعك مع الجمهور؟ إنك ترد على التعليقات أو تطلب لايك واشتراك في القناة بطريقة ذكية، وما تقعدش تكرر اشتركوا في القناة، لا، المشاهد كده بيزهق. طيب، أهم سر محدش هيقولك عليه: اليوتيوب بيدي فيديوهاتك فرصة صغيرة جدا في الأول، لو نجحت فيها الفيديو بتاعك بينتشر. لو فشلت في الفرصة دي، طبعا الفيديو بتاعك بيموت. يعني مفيش حاجة اسمها شادو بان حقيقي، لا، في اختبار من الخوارزمية. طيب، خلاصة الكلام والموضوع اللي انا قلته لك ده، الشادو بان ده مش رسمي، او المشكلة غالبا في ضعف التفاعل ومحتوى مش جذاب وتكون بدايتك ضعيفة. الحل ايه؟ انك تشتغل على الجودة ومش الكمية، وانك تشتغل على الجذب الانتباه. لو عايز تطور قناتك بسرعة وتعرف كل ما هو جديد في مجال صناعة المحتوى والتسويق والربح من الإنترنت، يا ريت لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندك أي سؤال سيبهولي تحت في الكومنتات وأنا هرد عليكم، والسلام عليكم.